2 3. هلو. امسك، انا كمان همسك، انا اللي هعد مش انت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هيبقى طويل شويه بما اني ما بنزلش فيديوهات بقالي كام يوم كده، وانتوا وحشتوني جدا، وكل الناس بتسالني على حاجات في الميك اب ده، فانا قلت النهارده اعمل لكم ريفيو كامل على كل الميك اب بتاع شجلام اللي عندي. انا ده كل الميك اب بتاع شجلام اللي عندي، بس في حاجتين ثلاثه كده مش موجودين معايا في البيت عشان انا عند بابا، فدي الحاجه بس اللي عندي. فتعالوا اقول لكم حاجه بالتفصيل، وايه الحلو وايه الوحش فيه. انا هبدا اول حاجه باصغر حاجه اللي هي السبونج دي جاي في الباكت منها 3. دي اهي، ده شكلها، دي عشان الكونسيلر عشان تدخل في الحتت الصغيره كده، وانا بستخدمها للفاونديشن. فتعالوا اوريكم بيها الفاونديشن. انا جايبه درجتين من الفاونديشن. دي درجه اللي هي ورم فانيليا، انا هقول لكم كل حاجه بالدرجات بتاعتها. الدرجه دي طلعت غامقه عليا سنه، بس انا يعني حباها، طلعت حلوه. انا حاطه ميك اب فمش هعرف اجرب، فانا ممكن اوريها لكم على ايدي مثلا. بصوا انا هنا جربتها لكم على ايدي، مش عارفه هي باينه ولا لا، بس انا هنا حاطه حته صغيره جدا. فعايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي. دي بجد من احلى الحاجات من ميك اب شجلام. الفاونديشن ده حلو جدا وناعم وبيتوزع. ده الفاونديشن الموس، ده الفاونديشن العادي. الفاونديشن الموس ده بالنسبه لي احلى، يعني انا ده عجبني. تعالوا اوريكم الدرجه الثانيه. الدرجه الثانيه دي اسمها شيل، ودي افتح شويه، فدي بالنسبه لي مناسبه. ودي لونها، ده لونها اللي فوق برده، مش عارفه هو باين ولا لا، بس الدرجه بتاعتها اهي. الدرجه دي حلوه جدا عليا وفاتحه. الكفرج بتاعته حلوه جدا ولا بيخطط بقى ولا بيعمل اي حاجه في الوش، هو حلو جدا بجد. يعني ده من احسن الحاجات، يعني ده 10 من 10 تقريبا. تاني حاجه الباودر فاونديشن دي جديده على فكره، دي نازله جديده في شجلام. برضو انا جايبه درجتين، جبت درجه طلعت فاتحه قوي اللي انا جربتها ونزلتها لكم في الشورت، والدرجه الثانيه اللي هي لونها بيتش دي على خوخي كده شويه، دي انا ما جربتهاش لسه. دي الفاتحه. الباودر فاونديشن بتاعتهم دي بتيجي ومعاها السبونج بتاعتها وفيها مرايه. دي السبونج بتاعتها زي اللي انا وريتها لكم، بس دي الكبيره، حتى انا دي مستخدماها ومجرباها. بصوا بقى، دي حلوه قوي على الوش بجد، دي بتعمل فرق رهيب. برضو ايه، نحاول نجربها على ايدينا، هتلاقوا انتوا اصلا هتلاقوا فيه فرق. شايفين هي اصلا خبت الفاونديشن. دي احلى حاجه فيها بقى، ان هي باودر فاونديشن، هي مش باودر بس، وفي منها 36 لون، يعني هتلاقي درجتك، يعني هتلاقيها. فدي برضو حلوه قوي. الدرجه بقى الثانيه انا ما جربتهاش، فتعالوا بقى نشوفها سوا. دي الدرجه الثانيه، شايفين لونها، دي على خوخي شويه. هو انا مش عارفه دي هجربها فين، يعني انا مش عارفه، انا مجربه، يعني انا حاطه ميك اب فمش عارفه اجربها فين. فممكن ايه، نعمل حاجه بسيطه كده، ممكن نعمل كده. انا مش شايفه، انتوا شايفين؟ تعالوا نجربها هنا. لونها حلو، ممكن ما تبقاش باينه لكم من الاضاءه، بس لا هي لونها حلو قوي. لونها حلو، احلى من الفاتحه دي بكتير. ده بقى الفاونديشن، بس ده مش المط. ده برضو حلو، يعني انا حبيته، قعدت فتره كده استخدمه قبل ما اجيب دول. ده بقى النقطه منه كفايه، يعني الناس اللي بتحب وشها اللي هو بيبقى جلوي كده، ده بالنسبه لها مناسب. لكن في بقى منه المط، انا ده ما جربتوش، بس ده برضو يعني حلو. شايفين حتى هو باين اهو، اللمعه بتاعته باينه. بس الدرجه دي برضو فاتحه عليا سنه، بس انا بعرف اظبطها يعني على وشي. ده برضو حلو جدا، من الحاجات الحلوه. في حاجات على فكره في ميك اب شجلام ملهاش لازمه، تعالوا اقولها لكم. نقول دلوقتي الحاجات الوحشه ولا نخليها في الاخر؟ ممكن نخلي الحاجات الوحشه في الاخر، نبدا بالحاجات الحلوه الاول. دي اللوس باودر، دي انا مختاره اللي هي بتتحط تحت العين، ده مختاراها اللون ده. واللوس باودر انا مختاراها اللون اللي هو البيج مش الابيض. انا مبهدلاها، هي متبهدله مني. دي برضو حلوه قوي وبتثبت الميك اب كويس، ويعني بجد تحفه. وكمان اللون الابيض اللي من فوق ده اللي هو تحت العين حلو جدا. فدي بالنسبه لي حلوه وبتغنيني عن حاجات كتير. يعني انا ممكن احط اللي فوق ده، انا ساعات بحطه بدل الكونسيلر. يعني انا ساعات بحط ده بدل الكونسيلر، اصلا ما بحطش كونسيلر وبعملها كده، فبتفتح تحت العين شويه وخلاص. فدي بتغنيني عنه بصراحه. ساعات فيها مرايه كمان، ودي احسن حاجه. باليت البلاشر دي حلوه قوي، وانا دي الباليت الثلاث الوان دول اللي انا مختاراهم، اللي هم البينك والبيج والسيمون ده شويه. فدول بالنسبه لي الثلاث الوان اللي انا بستخدمهم، ودول اكتر لونين بستخدمهم. انا ما بحبش البلاشر يبقى فاتح قوي، حتى هتلاقوني حاطه ما بحبوش، قصدي باين قوي، فهتلاقوني حاطه لون فاتح. فدي برضو حلوه قوي وبتثبت كويس، مش بيطير، يعني مش زي باقي البلاشر مش بيطير. تعالوا بقى اقول لكم على دي بقى التحفه. دي فيها بلاشر، اللون ده اصلا انا بعشقه. اللون ده بحب اللون ده جدا، ومعاه هايلايتر، والهايلايتر تحفه. ممكن بقى نجرب الهايلايتر عشان مش حاطه هايلايتر. ممكن نحط الهايلايتر بالفرشه دي، انا مش شايفه كويس مش معايا مرايه.
مش عارفه بقى هيبقى باين ولا لا، بس هحاول اقربه لكم كده يبان. تعالوا بس نشوف في المرايه. شايفين الجمال؟ انا هعمل لكم زوم كده على وشي عشان تشوفوا الهايلايتر. حلوه قوي قوي. انا بقى دي بحبها جدا، بستخدمها كبلاشر وكاي شادو، بستخدمها كل حاجه يعني. ممكن احط ميك اب كامل بالباليت دي بس الصغننه دي. باليت الكوريكتور، وانا الحقيقه ماليش في الكوريكتور قوي، فانا بستخدمه ككونسيلر. حتى هتلاقوني مهبله فيها كده شويه، بس يعني هي حلوه بالنسبه للناس اللي بتحب الكوريكتور. فانا استخدمت اللونين دول ككونسيلر مش اكتر. انا استخدمت دي ككونسيلر يعني، فهم اللونين دول. لكن الغوامق والحاجات دي انا ماليش فيها بصراحه، فدي بالنسبه لي مش مفيده قوي بالنسبه ليا. كمل بقى بعد ما يزن مشي. دي باليت كده صغنطوطه قوي هايلايتر، ده برده حلو، بس انا برده ماليش في الهايلايتر قوي. بس دي حلوه يعني، الدرجه بتاعتها حلوه ومش عندي، فده بالنسبه لي برده حلو. غير اللي هي التانية على جولد شويه، فدي على بيج او ابيض، يعني الاتنين مع بعض اوف وايت. فدي حلوه قوي برضو، دي جربتها حلوه جدا يعني، دي تستاهل ان انتوا تجيبوها. الواكس جيل بتاع الحواجب، انا ما كانش ليا فيه بصراحه، وما بحبش الطريقه اصلا الجديده بتاعت الحواجب، ان هي تبقى الحواجب واقفه كده. انا ماليش فيها. بس انا لما جربت ده بقى عجبني، بس هو مش بيثبت قوي يعني، هو مش بيثبت شعر الحواجب قوي، لا هو عادي يعني. جل الشعر تقريبا ممكن يثبت احسن منه. فده حلو بس مش قوي يعني، ده لا ما يتجابش، عادي جدا. بالنسبه للكونتور بقى الليكويد والبلاشر الليكويد والحاجات دي، هي واحده اللي انا بستخدمها دي درجه جولدن سان. دي بالنسبه لي الدرجه المناسبه ليا، عشان هي بصوا هي مش غامقه، هي فاتحه شويه، فعشان برضو ايه متغمقش وشي قوي، وانا ماليش في الكونتور قوي، فانا بستخدم الدرجه دي فاتحه. كونتور حلو جدا جدا يعني. اتعلمت الكونتور عشان انا حبيت ده، فتعلمت احط كونتور. ده اللي هو البرونزر، انا بصراحه ما اعرفش ايه الفرق بينهم، بس تقريبا هما الاثنين واحد يعني. جربته، ويا ريتني ما جربته لان هو غامق قوي، لقيت وشي فجاه بقى لونه بني. بس هو حلو برضو للناس اللي يعني بتحب البرونزر، او ممكن انا تقلت ايدي شويه فيه، بس هو برضو حلو. فكل الحاجات الليكويد حلوه، حتى البلاشر تحفه يعني. انا حاطه من البلاشر دلوقتي، البلاشر بيثبت فتره طويله جدا يعني، ممكن تقعدي بيه يومين عادي جدا، مش هيتمسح ولا يتحرك. فانا جايبه 3 درجات. دي فلوت اون، دي الدرجه اللي انا حطاها، الدرجه اللي هي دي درجة لاف كيك، دي اللي انتشرت برضو. دي الدرجة البينك، دي برضو بحبها قوي. وفي الدرجة الثالثة دي بقى انا ما بقدرش استغنى عنها، الدرجة دي بحبها قوي، اسمها ديفوتد، بس دي فيها بجليتر كده شوية، فمش مط يعني. دي انا بحبها قوي، في منها المط، انا بحب بقى الدرجة دي قوي. دول الثلاثة اللي عندي، وانا دول بحط منهم على طول، وبعد كده بحط بالبلاشر اللي هو الباودر عليهم. ده الهايلايتر، دي الدرجة اسمها بلين برانش، دي درجه الهايلايتر اللي عندي، وبرده حلوه، بس انا ما بستخدمهاش كتير عشان زي ما قلت لكم انا ماليش في الهايلايتر وما بحبوش قوي، فبكسل يعني استخدم دي. والليكويد مش حلو، انا ما بحبش الليكويد، فبالنسبه لي التانيين احلى، فدرجتها حلوه برده. البينك دي انا جايباها على درجه بينك كده. الليبستيك بقى والليب جلاس بتاع شيجلام كله تحفه يعني. بصوا حتى اشكالهم حلوه جدا. ده انا وريته لكم تقريبا قبل كده، بس شكله هو مغناطيس تمام يعني، هو تفتحوه تيجوا تقفلوه بيقفل لوحده. مفيش اي حاجه، بس يعني حركه حلوه. ده اللون الاحمر ده بحبه قوي قوي، بس اللون ده حلو جدا، بس انا ما حطيتوش كتير يعني، ما حطيتوش غير مرتين 3. حتى شكله حلو قوي وبيثبت يعني، لا بيثبت مش بيتمسح، بس ده مش مط. التاني الدرجه دي اسمها ايه؟ الدرجه دي اسمها ديب اندر، دي درجه اللي هي البيج كده، دي لون الشفايف، بس انا عليا مش حلوه يعني، الدرجه دي عليا مش حلوه، مش دي الدرجه اللي انا بحبها. بس يعني بستخدمه برضو ساعات لما ببقى عايزه احس ان انا مش حاطه روج خالص، فبستخدم دي، بس بتبهت وشي شويه، مش الدرجه مش حلوه على وشي يعني. ده بقى تحفه يعني، كان نفسي اجربه لكم، بس انا هوريكم اللي انا حاطاه دوت عشان ده احلى، بس ده حلو قوي. ده روج تمام، شايفين شكله اصلا عامل ازاي؟ انتوا لو دخلتوا هتلاقوا ده طالع ترند بطريقه رهيبه. شايفين اللون؟ الدرجه دي بقى انا بعشقها، الدرجه دي اللي هي لون الشفايف وبتدي بيش كده شويه، فدي درجه حلوه قوي. غير كده بقى الروج ده بتحطوه يقلب مط وما بيتمسحش يعني، ده احلى حاجه فيه ان هو ما بيتمسحش، وبجد يعني جربت كذا مره ان انا امسحه كده اول ما احطه، لا هو ما بيتمسحش، فهو بياخد وقت بقى على ما يروح من الشفايف، فده حلو جدا جدا. انا اصلا بحطه تقريبا كل يوم. ده ليب بلامبر، ده المفروض ان هو بيكبر الشفايف كده شويه يعني، ويا دوب بيدي لمعه كده خفيفه يعني. بصوا اصل انا ما بحبش اطلع منه كتير، عشان هو لما بيطلع منه كتير ما بعرفش ارجعه تاني. بصوا عامل ازاي تحفه، ده حلو قوي برده، ده بحط منه على طول برده.
ده حلو جدا ولونه بينك كده وحلو. انا المشكله بقى مش عارفه ارجعه تاني ازاي لجوه، فبيتمسح في الغطا من هنا. دول اللي انا حطاهم، الليب كومب دول اللي انا حطاهم. ده ليب لاينر وده لونه حلو قوي 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 قوي. مش عارفه شايفين لونه ولا؟ ده لونه تمام. ده بقى حلو قوي لان الليب لاينر نفسه ممكن تحطوا منه روش كامل لان هو ناعم قوي على الشفايف وبجد تحفه يعني، مش ناشف. انا جربت ليب لاينر كتير وده حلو جدا. مش عارفه ده درجته ايه بصراحه. هما الاتنين دول بيجوا مع بعض. ده الليبستيك وليب جلاس. الليبستيك برضو اللي انا حطاه فوق الليب لاينر. انا حطيت الليب لاينر الاول وحطيت الليب جلاس ده عليه، الليبستيك ده عليه قصدي. ده لونه مش هوريه لكم هنا، شايفين لونه تحفه. والليب جلاس بقى بتاعهم انا بقى ممكن اوريه لكم دلوقتي بما اني مش حاطاه، فاحنا ممكن بقى ايه نحطه سوا. شايفين شكله عامل ازاي وشايفين اللمعه اللي هو اداها للشفايف عامله ازاي. ده حلو قوي 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 بصراحه ولونه يجنن يعني. انا حطيته بس عشان الاي شادو اللي انا حاطاه لونه غامق سنه ونفس الدرجه تقريبا، فعشان كده حطيت منه ما رضيتش احط من التاني. دول بالنسبه لي حلوين قوي قوي قوي. ايلاينر جليتر. انا اول مره في حياتي اجيب ايلاينر جليتر واجربه، وجربته في الريل على الانستجرام وحلو قوي 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 وناس كتير سالتني عليه. فالدرجه دي اسمها ديسكو بول. هو ديسكو بول فعلا. بصوا عامل ازاي. هبقى ابص على الايد شايفين عامل ازاي. بجد ده حلو، جربته حلو جدا. بس طبعا عايز بقى افراح، عايز بالليل يعني، ده مش طول الوقت للاسف ان هو ما ينفعش نستخدمه طول الوقت. كونسيلر بتاع شجلام حلو يعني، ده اللي انا حاطه منه ده حلو. والدرجه دي بس فاتحه سن عليا بس حلو. الدرجات بيبقى فيه شيت بتختاروا منها الدرجات، وبتبقى الدرجات معموله على الايد تختاروا منها تشوفوا ايه المناسب ليكوا. بس هي دي طلعت بس فاتحه مني شويه فده حلو جدا برضه. الماسكارا حلوه بس وحشه في حاجه، هي ووتر بروف قوي زياده عن اللزوم يعني. هي ما بتتمسحش يعني، حتى بالميه، حتى ما بغسل وشي بغسول، حتى ما بمسح بوايبس هي ما بتتمسحش. فعشان كده بالنسبه لي لا مش حلوه، عشان بتوقع الرموش يعني مع الوقت، وهي بتتمسح بقى بتطلع بالعافيه فبتوقع الرموش. بس هي كاستخدام يعني هي حلوه، هي بتطول الرموش وبتكثفها وكل الكلام ده. بس لا هي مش حلوه قوي يعني. انا بالنسبه لي بتاعت ميبلين اللي هي الصفرا دي احلى منها بكتير. قلم الحواجب اول ما جبته انبهرت بيه. هو في ناحيتين، في الناحيه دي ترسم شعرايه دي، وفي الناحيه التانية اللي هي قلم. فانا اول ما جبته، دي الناحيه اللي هي القلم عادي، اول ما جبته كنت بستخدم الناحيه اللي هي دي وكنت منبهره بيها جدا. جيت من فتره جربت دي لقيت ان دي احلى، الناحيه اللي هي القلم احلى من اللي هي الرفيعه دي، الريشه دي احلى من الريشه. بس برضو ده حلو قوي قوي بالنسبه لاي قلم حواجب تاني. في قلم حواجب انا كان نفسي فيه جدا جدا بس طلع مش زي ما انا متخيله وما عجبنيش، او انا مش عارفه استخدمه. بس لا انا حاولت بكل الطرق ما عجبنيش. القلم ده اللي هو بيرسم اللي هو 3 سنون كده، فبيرسم الشعرايه بس انا ما عجبنيش. مش بعرف اعمله لكم ولا لا. بصوا هو على الايد تحفه، باجي اعمله على حواجبي ما بيجيش معايا. ممكن عشان انا حواجبي خفيفه، ممكن يكون هو عايز مثلا حواجب تقيله، بس هو بالنسبه لي انا لا ما عجبنيش. ممكن بالنسبه لناس تانية يعجبها. الايلاينر تحفه مفيش بصوا كلام عليه. انا ما بستخدمش، انا جبت ايلاينر من براندات كتير جدا وبرجع لام ان اللي هو ب 35 جنيه ده انا بحبه. وجربت كتير بجد مش حلوين، فده حلو قوي. ده في الناحيه اللي هي الديب لاينر اللي هي الناحيه دي، وفي الناحيه اللي هي رفيعه قوي 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 حلوه قوي. انا مجاوبها لكم بصوا رفيعه جدا. لا هي رفيعه قوي. الثانيه اهي بصوا الثانيه، شايفين الفرق؟ الاتنين حلوين قوي وبيثبت بقى بجد، بيثبت بقى ما بيتمسحش يعني. انا عايزه اوريكم الحاجات دي لما تنشف اصلا. لا ده لسه ما نشفش. هو في ايه ما نشفوش ليه؟ بصوا مثلا قلم الحواجب تمام، الايلاينر شايفين الايلاينر الجليتر برضو مش بتمسح. لا ده الليب جلاس بتمسح عادي. بصوا انا ده لسه حاطاه، بصوا لسه حاطاه اهو جامد اهو. انا ده لسه حاطاه بصوا ما بيمسحش. فهو بجد حلو قوي الايلاينر حلو. ده بقى حاجه من الحاجات اللي انا كان نفسي فيها قوي من زمان وعجبني لما جبت صراحه. ده ايلاينر بس لونه ابيض. ده تحفه بقى، ده انا بحبه قوي، كان نفسي اجربه وجربته كذا مره في كذا لوك كده فعجبني قوي. ده حلو جدا. ده ايلاينر بني. مش عارفه ليه ممكن احط ايلاينر بني بس تمام ممكن اجرب يعني. بس برضه هو حلو نفس ثبات الايلاينر الاسود. ف
دي الحاجات اللي عندي. اخر واحد ده ليب جلاس برضو، ده تحفه حلو جدا. بصوا درجته، بصوا الدرجه بتاعته، ده ليب جلاس، ده حلو جدا جدا. ده برضو بحط منه كتير قوي، ده على لون هافون كده شويه، فده بحبه قوي قوي قوي. الدرجه دي اسمها ايه هقول لكم، الدرجه دي اسمها روستي، الدرجه دي حلوه برضو. دي الحاجات اللي عندي، ده كل الميك اب اللي عندي عشان ما يقعوش. ده كل الميك اب اللي عندي من شجلام، وفي حاجات تانية بس في البيت مش معايا دلوقتي، فتقريبا انا حاولت اجمع لكم اكبر ريفيو لكل ميك اب شجلام. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكون في حاجات عجبتكم وحاجات لا. وطبعا الحاجه اللي عجبتني مش شرط تكون عجبتكم، والحاجه اللي عجبتكم مش شرط تكون تعجبني. فدي الحاجات اللي انا جربتها يعني وعجباني جدا من عندهم. وبس عشان في ناس كتير طلبت مني الدرجات بتاعه الباودر والدرجات بتاعه الفاونديشن والكونسيلر. نسيت اقول لكم درجه الكونسيلر درجتها مادلين، دي الدرجه المكتوب عليها. فدي الحاجات اللي عندي من شجلام، وده الميك اب اللي انا جربته من عندهم يعني. وبجد بجد انا مبسوطه جدا، لان انا كان بقالي كتير قوي من ساعه ما اتجوزت تقريبا ما اشتريتش ميك اب، فانا كده مش هشتري ميك اب لمده سنين قدام. يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.